غلطة الفريم ورك، مجهودك كله ممكن يضيع في تعلم الفريم ورك لو ما فهمتش الفرق الجوهري ما بينها وما بين اللايبرري. فركز ثواني معايا وهبسطها لك. انا محمد وحشي ودي سلسله منتور شيب على الدقيقه. ببساطه اللايبرري هي كود جاهز بيعمل وظيفه واحده محدده. تخيل معايا ان انت عاوز تعمل موقع مثلا وعاوز تعرض جرافس او شكل بياني او معرض صور او حاجه زي كده، فبدل ما بتبنيهم من الصفر بتجيب مكتبه بتعمل لك الجزء ده، مثلا زي تشارت جي اس عشان ترسم لك رسم بياني. من الناحيه الثانيه الفريم ورك ده زي اطار عمل متكامل، بيبقى زي انجلر او لارافيل، بيكون جواه الكومبوننتس سيرفيسز والراوتنج، فهو نظام كامل جاهز ان انت تشتغل جواه. بتيجي انت بس هنا تحدد مجموعه قواعد زي ترتيب الفولدرز، مثلا الملف هيكون موجود مكانه فين وهتنادي انهي ملف وهكذا. طيب ايه العلاقه ما بين اللايبرري والفريم ورك؟ باختصار اللايبرري هي جزء من الفريم ورك، لكن الفريم ورك مش جزء من اللايبرري. فخد بالك العلاقه هنا ما بينهم انك تقدر تستخدم مكتبه جوه فريم ورك لكن العكس لا. يعني لو قلنا ان الفريم ورك هي عباره عن بيت، فاللايبرري هي بتكون الحاجات اللي موجوده جواه، زي مثلا كرسي او باب او شباك وهكذا. في النهايه المكتبه او الفريم ورك هم ادوات بتساعدك تنظم كودك وتختصر وقت. منشن صاحبك اللي لسه بيتلخبط فيهم، ولو عاوز تبدا تتعلم برمجه اكتب لنا دلوقتي او ابعت لنا رساله.